ازيكم عاملين ايه؟ يا رب دايما تكونوا بخير. بصوا يا جماعه، انا من عشاق الجلاش وبحب جدا الوصفات بتاعته، بس تكون مش تقليديه. تعالوا النهارده هنعمل طريقه جلاش خطيره. هنعمل الجلاش كده بطريقه شكل الورد. هنعمله بطريقه سهله وخطيره. وعايزه لكم بقى ان هو محشي شوكليت، محشي نوتيلا، او محشي كمان لوتس. بصوا تعالوا اوريكم بقى طريقه حلوه جدا. عندي كده لفه الجلاش، هاخد ورقه وهدهنها بالزبده زي ما انتم شايفين. بعد كده هجيب ورقه تانية احطها عليها، وبعد كده بعد ما هجيب الورقه احطها عليها مش هندهن زبده. هنحشي بقى اي حشوه انتوا عايزينها. عايزين تحشوا زبده اللوتس، عايزين تحشوا بديل النوتيلا، عايزين تحشوا جبنه كريمي مع اوريو او مع بسكوت. بصوا بقى الحشوات دي زي ما انتوا عايزينها، بس بديل النوتيلا واللوتس هم احسن حشوتين، بيطلعوا بجد حلوين جدا. انا حشيت الاولانيه كده بديل زبده اللوتس، وهبدا كده افردها على ورقه الجلاش كلها زي ما انتوا شايفين. بعد كده هجيب ورقه كمان وهدهنها دهنه زبده، وهبدا الفها رول. يعني احنا خدنا 3 رقات، رقين من تحت، ودهنا دهنه زبده اللوتس او بديل النوتيلا او اي حشو انتوا عايزين تحشوه. وبعد كده حطينا الورقه الثالثه ودهنا ورقه الزبده الاخيره دي، وهنبدا نلفها رول زي ما انتوا شايفين كده. هنجيب بقى السكينه وهنبدا نقطعها كده من النص زي ما انتوا شايفين. بعد كده هنبدا بقى نلفهم فوق بعض كده عشان نعمل الشكل بقى بتاع الورد. هنحطهم، هقلبهم كده لفوق، اخلي الفتحات من فوق، وهبدا الفهم زي ما انتوا شايفين كده عكس بعض. ونشتغل بسرعه شويه عشان ورقه الجلاش بس ما تنشفش معايا. بعد كده هبدا الفهم ورده زي ما انتوا شايفين كده بالظبط. هكون بقى محضره صينيه الفرن وحاطه عليه دهنه زبده او ورق زبده. الحشوه التانية حشيت بقى جبنه كريمي مع بسكوت الاوريو كده زي ما انتوا شايفين، وعملت كمان واحده ببديل النوتيلا. بجد ال3 طلعوا حلوين جدا جدا. بنلفها رول وبعد كده بنفتحها من النص زي ما انتوا شايفين كده. بعد كده بنبدا نلفها عكس بعض، وبعد كده هنلفها رول كده شكل الوردة. احشوها بقى الحشوات اللي انتوا عايزينها تحشوها كمان. اي بديل نوتيلا او اللوتس، تحطوا عليها بسكوت او مكسرات زي ما انتوا عايزين. ونبدا نلفها ورد كده ونحطها في الصينيه وندهنها الاول دهنه زبده من فوق كده. عايزين تحطوا عليها بقى من فوق شويه مكسرات او زي ما انتوا عايزين. دخلناها الفرن على درجه حراره 180. ما بتاخدش طبعا وقت. اول ما اتحمرت من فوق ومن تحت خرجناها على طول. وهنبدا بقى، انا مش هسقيها شربات خالص لان هي طبعا محشيه حشوات مسكره، فانا هسقيها بقى من فوق بصوص ابيض كده عملته. بصوا بقى خطيره يا جماعه بجد، مقرمشه بطريقه مش طبيعيه. تقدروا بقى يعني تحشوها الحشوات اللي انتوا عايزينها، قدموها مع شويه، ممكن تحطوا كمان صوص كراميل. بجد خطيره، جربوها. بتبقى مليانه شوكليت بقى كده او مليانه الحشوه اللي انتوا حاشينها، تحفه.